بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله، بس هيكون مليان تفاصيل. حباكم تسمعوا الفيديو ده لان هي ان شاء الله تستفادوا. فان شاء الله باذن الله فيديو النهارده هيكون فيه تفاصيل كتير، ان شاء الله هتستفادوا من الفيديو ده. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه عندي، اتمنى طبعا من حضراتكم ارفعوا بس الفيديو باللايك. حبايبي حطوا اللايك بس على الفيديو، بسبب ان مفيش لايكات على الفيديوهات فبالتالي الفيديو بيقع وكاني ما صورتش حاجه. فاحنا لو حطينا اللايك بس ده كده تشجيعا من حضراتكم لينا في القناه. ادعمونا كده باللايك علشان ان شاء الله نستمر في المحتوى اللي احنا بنقدمه. تعالوا بقى كده على طول هنخش على محتوى الفيديو. بصوا حبايبي، مبدئيا الفراخ النهارده العمر ال19. طيب انا هبدا اعمل ايه بقى؟ انا الوضع ده مش عاجبني خالص. بصوا بقى مبدئيا زي ما انتم شايفين، انا مش عاجبني وضع ان الفراخ تخش تحت البطاريه. خلاص الفراخ بدات تكبر. وحاجه كمان، انا مش حابه ان انا افرش اي شكاره ولا اي حاجه. شايفين الشكاره اللي انا حطاها دي؟ بس انا بحمي الخشب علشان الفراخ ما تعملش عليها حمام، لان طبعا احنا في فصل الصيف ما بنفرش اي حاجه تحت الفراخ. بس انا حطاها بس مجرد علشان تحمي الخشب اللي تحت البطاريه ده. طيب بدات عملت ايه؟ بدات بقى ده احنا كده بالليل، اليوم اللي امبارح يعني لما ذبحت الفراخ، طلعت كده بالليل نقلت الفراخ كلها في البطاريه زي ما انتم شايفين، علشان انا حابه انضف الارض تنظيفه محترمه. فبدات كده قلت لا، هنقل الفراخ في البطاريه عبال ما اخلص اللي ورايا خالص. بدات كده اهوت شلت كل حاجه من الاوضه. معلش هي الاضاءه مش حلوه، بس انا حبيت برضه اصور لكم انا عملت ايه بالليل. طلعت كده بالليل نظفت، شلت الفرشه دي كلها. بدات اجر البطاريه علشان انا عايزه اوسع المكان. رشيت الاول رشه جير كده في الارض، دي طبقه الحمايه بتاعتي، دي اللي بتمتص الرطوبه، دي ما بتمنع الحشرات معاكي، كمان بتحافظ على الفرشه، كمان بتبدأ تمتص معاكي الرطوبة، وكمان بتمنع الحشرات. وزي ما انتوا شايفين كده بتبدأي ترشي رشة تبن بسيطة خالص، يعني ما بنرشش تبن كتير، بتكون طبقة بسيطة، علشان تاني يوم ان شاء الله بإذن الله هبدأ هوريكم انا عملت ايه. يبقى انا عملت ايه؟ بدأت اوسع المكان، اهوي المكان اكتر. لازم ابدأ اهوي، لازم ابدأ اوسع زي ما انتوا شايفين كده علشان الفرخ يفرد معايا. ركنت طبعا البطارية كده في الجزء ده. كده خلاص بدأت انزل بالميه وانزل بالاكل ليهم. ده كده بقى تاني يوم معايا اهوت. بدأت كده شلت كل حاجه، طبعا انا كنت منضفه المكان من امبارح برضو، شلت التبن والكلام ده كله اترمى على طول. بس يا دوبك بقى هبدأ اول حاجه بعملها في التعقيم او في التنظيف، ان انا ببدأ اكب شويه ميه كده بكلور واسيب المكان ده كده لحد ما ينشف معايا خالص. وبعد كده ببدأ بقى لو في اي حاجه في الارض ببدأ اطلعها. يبقى اول حاجه زي ما انتم شايفينها كده. تاني حاجة بقى هبدأ ايه؟ اغسل المكان مرة ومرتين وتلاتة، مفيش مشكلة خالص، لحد ما انضف المكان معايا من اي بواقي سبلة. بس الاول انا بنقع المكان علشان السبلة اللي تبدأ كده تطلع معايا بكل سهولة. تمام. بعد كده بقى هبدأ اغسل مرة بكلور وخلاص. طالما المكان كويس ببدأ بقى اسيب الشباك مفتوح والبلكونة، وباجي تاني يوم بكرر الموضوع ده. طيب ليه؟ ممكن هكرره 3 ايام متواصل ورا بعض. اغسل بميه وكلور، اغسل بميه وبتادين، اغسل باي معقم. الحيطان هتتغسل معايا، كل حاجه هتتغسل. ليه؟ عشان انا كان عندي مشكله في الفراخ اللي هي كانت واخده معايا برد، فانا مش عايزه اي حاجه في المكان يكون فيها اي مشكله. فطالما عندك الفراخ واخده برد، واخده لا قدر الله اي دور مش كويس، لازم تغسلي المكان وتعقميه بدل المره 3 ايام، وتبداي كده تعقميه 3 ايام ورا بعض كده متواصل. نبدا نكب الميه. تمام. فانا كده اهو ده كده اول دور، ده تاني دور من امبارح يعني. فهبدا برضو هسيب المكان كده لحد ما يبقى زي الفل معايا. بصوا بقى، انا حباكم برضو تعملوا الحديده دي كده عند الحداد، حلوه جدا، احسن من اللي هي بتاعه الارض دي. اعمليها مش هتكلفك حاجه، بس بتبقى حلوه عشان ما توطيش. بصوا هنا كده انا بحاول اشيل اي زوايد، وطبعا لسه ناشفه معايا فبسيبها براحتها خالص لحد ما تبدا تفك معايا كده، علشان تبقى سهله ان انا اشيل اي حاجه من الارض. فحبيت برضو اوريكم كده الايه، انا برضو بشتغل ازاي، وفاتحه الشباك والبلكونه. هنا كده بدات اخش عند الفراخ. ده كده تاني يوم هبدا بقى هعمل ايه؟ شايفين الارض عامله ازاي؟ هبدا بقى هرش شويه تبن كده على الارض، طبقه تانية كده من التبن. ممكن بقى اجي تالت يوم اشيل الفرشه لو مبلوله، بس مش الفرشه كلها، الجزء اللي محتاج ان انا اشيله. طبعا علشان برضو تاخدي معاكي فراخ كويسه لو بتربي ارضي. دايما دايما بقول لكم الفرشه لازم نهتم بالفرشه على قد ما نقدر. هبدا كده اهوت اظبط الدنيا عندهم برضو بالايه،
بالتبن، واغسل بقى سقاياتي واشوف انا هعمل ايه النهارده. هتتابعوا معايا ان شاء الله. هبدا اعمل لهم ايه النهارده كده هقول لكم دلوقتي. حابه بس اتكلم اديكم نبذه بسيطه عن الفراخ. انا كسبت ولا خسرت؟ انا كسبت النص يا حبايبي. فان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو دراسه جدوى كده بالمكسب وباذن الله بالتفصيل بقى. هخليه في فيديو تاني علشان برضو ايه الفيديو ده ما يطولش على حضراتكم. فبس برضو كان جالي سؤال حابه برضو ارد عليه. واحده حبيبتي بتقول لي انا مربيه الفراخ البيضه عمري 27 يوم في البلكونه ودايما كده جسمهم سخن. طيب انا عايزه اقول لكم على حاجه برضو. الناس اللي بتربي في البلكونه لازم نوسع على قد ما نقدر، دي اول حاجه. تاني حاجه الفرشه تحتيهم لو اتبلت هتبدا تعمل سخونيه جامده في جسم الطائر، هيبدا كمان يظهر عندك حبوب في جسم الفراخ عندك، هيبدا يحصل احمرار كده في الفرخه وتبص تلاقي جسمها سخن. طيب انا اعمل ايه؟ انا دايما الفرشه، يعني شوفوا انا باكد عليكم الفرشه، انا مش عايزه اي بلل في الفرشه. زي ما انتم شايفين انا رشيت كده اهو طبقه تبن برضو كويسه كده، حاجه برضو بسيطه، عشان انا مش عايزه اي بلل. لان لما الفرخ بيقعد على بلل بتبص تلاقي ممكن يبدا يظهر عنده اسهالات، يبدا جسمه يسخن. الفرشه بتسخن بطريقه رهيبه، يعني سبحان الله. اول ما الفرشه بتتبل شويه لو انت حطيتي ايدك على الفرشه هتلاقي سخونيه غريبه الشكل. فانا دايما عايزه الفرشه تكون نظيفه تحتيهم. زي ما قلت لحضراتكم نظفوا كل يوم مفيش مشكله، وسعوا المكان على قد ما تقدروا علشان برضو تحافظوا على الفرشه. توسيع المكان هيفرق معاكي كمان. ان الفرخ هيبدا انت كده ظبطي درجات الحراره، فده اللي انا عملته. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله بتكبر وبتبقى حلوه ازاي معايا، عشان انا محافظه على كل حاجه. طيب انا النهارده عملت ايه ليهم؟ زي ما انتم شايفين. بصوا انا لقيت الاول هم مش عارفين ياكلوا، فبدات ان انا ايه قسمت الاكل في علفتين علشان الكل يبدا ياكل معايا. فانت لازم برضو تلاحظي الحاجه دي. لو انت ما عملتيش كده هيبدا يظهر عندك فراخ كبيره وفراخ صغيره. او الفرخ الابيض من طبعه ان هو فرخ كسول جدا، معروف عنه ان هو فرخ كسول. بمعنى ايه؟ يعني لو قام كده زي الباشا وما لقاش الاكل هيكسل وهيقعد تاني. فاحنا لا، احنا طبعا مش عايزين كده. احنا عايزينه لما يبدا يقوم يلاقي الاكل قدامه فيبدا ياكل. فبدات كده ان انا زودت علافه كمان. ممكن ان شاء الله في المرحله الجايه ابدا اكبر العلافه، يبقى بدل العلافتين علافه بس تكون علافه كبيره. بس انا هغسل ان شاء الله العلافه بتاعه الفراخ اللي انا ذبحتها، هغسلها واعقمها واغسلها بالكلور والخل وكده واظبطها، وابدا ان شاء الله احطها لهم ايه يبداوا ياكلوا منها. تمام. فبتبداي ان انت تشوفي لو في فرخ بيلف كده ومش لاقي مكان، لازم يلاقي مكان عشان الكل ياكل معاكي مره واحده. حاطه كمان سقايتين في المكان، يعني مش سقايه واحده، علشان برضو الفرخ يشرب براحته. انا برضو شلت كده السقايات من قدامهم عشان هقول لكم ان شاء الله هنعمل ليهم ايه في الميه. بالنسبه للاكل زي ما قلت لكم في اول الفيديو النهارده العمر ال 19. طيب انا المفروض بقى خلاص ابدا اغير العلف، علشان ان شاء الله فيديو بكره هنغير ليهم العلف. طيب انا حطيت ايه النهارده في الميه او هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ان شاء الله النهارده الكركديه. الكركديه ده حاجه مهمه جدا معاكي، بتظبط معاكي كمان درجات الحراره. حاجة كمان بينشط معاكي الدورة الدموية، وكمان مليان من الفيتامينات، فحلو جدا. كمان بنستخدمه كمضاد للسموم. بيحافظ بقى كمان معاكي على درجات جسم الفرخ معاكي، فهو فيه فوائد كتيرة. فالنهاردة ان شاء الله هبدأ اقدم لهم الكركديه. حاجة كمان برضو في فيديو النهاردة حابة هنصحك برضو، عشان انت لو رايحة تشتري فراخ بيضة انا مش عايزاكي تجيبي الفرخ اللي هو بيكون فيه الريشة السمراء ده. شايفين الفرخ ده؟ انا ان شاء الله دلوقتي هقرب لكم الكاميرا وهوريه لكم. بس انا حبيت اشتري الفرخ ده علشان برضو ان انتوا تشوفوا بنفسكم ان الفراخ دي ما بتكبرش قوي. الفراخ اللي بيبقى فيها الريشه السمراء الكبيره قوي دي مش بتكون فراخ بيضه صافي، بتكون فرخ مهجن شويه، يعني مش بيكون ابيض صافي. ما بي يعني مش هيديكي وزن زي الفرخ اللي هو بيكون فيه بس حاجه بسيطه من الريشه السمراء. تمام، يعني في نقطه بسيطه اللي فيه الريشه السمراء ده ما تجيبوش. بس انا جبت الكتكوت ده بالذات علشان انتوا برضو تبداوا تشوفوه كده، فاستبعديه. حتى هو يعني لو انتوا لاحظتوا هو برضو صغير، يعني اصغر واحد فيهم هو اللي فيه الريشه السمراء ده، انما التانيين كلهم ما شاء الله الحجم كويس معايا. حابه برضو اوريكم ازاي طريقه ان انتي تبداي تحطي الجير المطفي على الارض. ده كده الجير المطفي معايا ما بستغناش عنه، زي ما قلت لكم اساسي معايا. انتي يا دوبك بتبداي تعفري كده، توطي ايدك خالص. انا مش عايزه ان هو يبدا يعمل عفره في المكان هيخش في عينيهم وهيأذي معاكي الفرخ. بتوطي ايدك بتطبطبي على الارض كده بالجير اللي ايه الجزء اللي اتبل معاكي، بتبداي ان انتي تعملي الطبقه دي. وهكذا برضو بالتبن كده رشه تبن بسيطه تبداي ان انتي تغطي كده الايه الجير فوقيها. لازم ما يعملش عفره معاكي، لان الفرخ لو
لو انت عملتي عفره معاكي هيبدا يأذي بقى الجهاز التنفسي عند الفراخ وعينيهم والكلام ده كله. فتبداي تطبطبي هنا كده. انا بوريكم ان انا هعمل لهم الكركديه دلوقتي، بس عشان انا اسفه طبعا انا طولت في وقت الفيديو، بس والله حبيت افيدك بالفيديو ده بشويه معلومات برضو علشان انت برضو تستفادي. تمام. يبقى الوسعه هنبدا نعمل لهم كركديه. بدات اظبط كل حاجه، اعقم المكان هنا كده. بس حبيت اوريكم الكتكوت ده اللي فيه الريشه السمراء، شايفين هو الوحيد اللي هو صغير عن بقيه اخواته. تمام. فما تجيبوهوش خالص. الباقي ما شاء الله كله تمام وزي الفل الا هو كده. ان شاء الله باذن الله لما نوصل عند ال20 يوم هوزن مع حضراتكم برضو، هنشوف الوزن معايا وصل لحد فين. اهو زي ما انتم شايفين، بحاول والله اقرب الكاميرا اوريكم حجمه عامل ازاي. هو مختلف عن بقيه اخواته. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره على خير، مع السلامه.